تدرون بعد نفسية الحوامل وشي يعني المزاج، فطق بمزاجي ان انا اسوي نيو لوك غير شوي غيرت. عرفت الصوت بس ما حد راح يلاحظ شنو هو التغيير على فكرة. عرفت الصوت. انتي منو؟ مريم سبحان. عاد هي تعرفون النيو لوكاتها، انا مالي شغل، انا بريئة. زين فالحين ما ادري شنو راح نسوي. هي قاعد تقول لي ان انا يعني بالاكستنشن شعري وايد حلو، بس عندي خفة صدق. هني شوفوا شعري الفروق. تقول عندهم تكنيك ينن تو ورتني، صدمتني. ما حد غيرنا عندنا بالكويت. تقول لي شكلك راح يتغير لما يكون في كثافة هني فوق. صدق انا وايد شعر خفيف فوق. فبعدين بوريكم الصور اللي ورتني اياهم، طلعت عيني. خلينا نشرب قهوتنا ونشي نفكر شنو نسوي. ما اسمه قولي. بما ان خلود ما تبي تصبغ، مع ان في صبغات فري امونيا للحامل، بس هي مو حابه تصبغ، راح نسوي لها نيولك بطريقه ما يخلوني اصبغ، ما يرضون صراحه. عقب ما سمعت القصه منك انا اللي ما انا ما رضيت اصبغ. فراح نسوي لك نيو لوك. راح يحسون صرتي جميله، تغيرتي، بس ما يدرون شنو هو. انت يلا نشوف ابداعها. تدرون هي وايد مبدعه. يلا خلينا نشوف. يلا نقرا راح تشوفون قصص. نشرب قهوتنا يلا ونفكر. زهقت تعملي لها زهقت مش عامله هوا بتشتراها على روحها زي فلوس وفيت. اعملي لها هوا. صالون صالون مريم سبحان صار صالون الحوامل. هني في واحدة بتولد الحين. وانا هني اللي عندنا شيماء. خلصت الحواجب ما شاء الله يهبلون. ايش كثر يتم هذا؟ 6 ما شاء الله عجيب. شعر مسويت لها الحين. دوري شوقتني الصراحه، شوقتني. هي تاتو قديم وشالوه وسووا لها من يده ويديد. هذا اللون اللي انتم تشوفونه مو تخترعون، هذا نص ساعه ويروح. اول ما يروح راح اصوره. الصبغه والشعر ما شاء الله نار. مسويته اومبري طبيعي حيل 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 وايد حلو. تبارك الرحمن عجيب. وايد 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 حلو. هني اللي يحبون الكريزي كلر الحين قاعده تقص لها مريم سبحان. هذه الالوان لعبتنا دكتوره خلود. ادري فيكم، ادري ما شاء الله. احب طريقه القص ما شاء الله. شفتي اللون؟ اللون يدبجي. تدرين انا بخاطري اصبغ ازرق. لا تقولين والله. ما نقول لا، احنا ترى شو اسمه امينو بلاس. هذه مسويه كولاجين. شوفي هني، لان هني حطينا لها علاج غوي. شنو العلاج؟ سوينا لها امينو بلاس، ولان شعرها طبيعي وحنا سوينا لها الغوي. اما هي مسويه حنا بعد. زين نوع العلاج اللي مسويته هني غير عن نوع العلاج هذا اقوى حسب نوعيه كل شعر. حسب نوعيه الشعر. كان يحتاج نوعيه علاج وهني نوعيه ثانيه. اوكي. لان هني عندها اشقر وخصل ما يصير اي شيء. اوكي. درجه حراره الستريتنر تختلف من هني عن هني. وبعد صالون مريم سبحان ما شاء الله معروفين بقصاتهم. شوفوا هذه القصه تينن صدق ستايل عجيب. يعني قاعد اتخيل شي مع اللبس الشتوي والشالات والشعر كذي ينن. طلعوا الترتيب حيل 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 حلو. قاعد اتخيل بعد لو اسود نار. ايمان سبحان هم ما شاء الله 4 اخوات بنات سبحان. كل وحده اين من الثانيه بالاصباغ وبالقصات. القصه تينن وايد حلو. الصبغه بعد نار. نعيما عمري. بنات هني شعر دكتوره خلود قصير طبعا، وعندها خفه بالمنطقه هذه. اوكي، منطقه قمه الراس، لان مهما تعبين بالاكستنشن تاخذين كثافه باطراف الشعر،
بس هني ما في كثافة، وان عليتي بالستيكر او اي اكستنشن راح يبين لما ترفعين الشعر. احنا اليوم حابين نعطيها كثافة تبلش من بداية الشعر ومن قمة الراس للأطراف. راح نراويكم الطريقة اللي خصيصا موجودة بصالون مريم سبهان شلون تعطي كثافة حق المنطقة هذه وشنو هو. خلود حبيبتي، هذا اللي راح نركبه حق دكتورة خلود. طبعا المميز بالمايكرو ليزر هو انه في شبك مبطل من داخل، يعني اي وحدة عندها خفة بمنطقة الراس تقدر تستخدم اي علاجات تبيها وهو موجود على شعرها. شوفوا الشبك شلون مفتوح. اوكي، هذا يعطيك كثافة بقمة الراس، تقدرين تتوضين ويوصل الماء حق فروة الراس عادي، تقدرين تستخدمين اوبر او امبولات اللي تبينه، ونقدر نسوي القصة اللي نبيها بالشعر وبعدين نركب وياه ستيكر او اللي نبيه. شوفوا دكتورة خلود هني مثلا شلون الشعر خفيف، وبعد ما ركبنا الشعر اللي مسعره وجهي ركب هني تركب ونقص وخذت قصة شعر كلش مو مبين طبيعي. شوفي شعرها زين بس عندها المنطقة هذه الشعر خفيف. بعد ما ركبته شفت ايش حالاته. هذه الفكرة من المايكرو ليزر. شنو هذا؟ لا تقولوا لي يبين شيء. وين يبين؟ وين؟ شنو هذا ينن؟ بعد مو خلص انت ما خلص ها؟ أبي عجيب اللي شعرهم خفيف. انصح وبقوة. انصح. تعرفوني انا لا شطيت يعني صدق ابي ينن اشتهيت اخليه قصير من كثر ما هو وايد عجبني. ابي نار شو اكلتوا لبقرين؟ وبعدين نسأل عنه. ابي عجيب. ينن اخيرا اوكي. يلا الحين بيركبوا لي الاكستنشن. الله نيولك خلودي الصغيرة. يلا انا اسوي شعرك حلو. خلاص لعيونكم وطلبكم خليها الطول تم. خلاص تم، خليتها مدرج وهالطول، يعني احتمال اسبوع ويا طولة. خلاص كذي ها. يعني شي اخليه اسبوع ويلت. فخلاص الحين صار شعر شي وايد عاجبني وايد حلو. كثافته تجنن، والحركة اللي سويتي واللي اياها هني شي عجيب. يعني هذا الشيء راح اعتمده، وبعد شي يعني بس امل راح اطوله. انا ادري عارفه. في بنات قاعد يسألون ان هذا ينشال. لا، هذا ثابت، تتسبحين فيه، تصبغينه، كل شيء كذي. تهاوشتي، رقصتي بعرس، لفحتي، ما يطيح. بس انه كل شهر تسوين له صيانه، ما يبين. ترفعين شعرك، تسوين كبه، تسوين ذا الحصان، كيفك ما يبين مستحيل. كثافه من هني وثابت نهائيا ما راح يبين، وراح تستانسون عليه كثر ما انا الحين مستانسه. هذه كل الوان الاكستنشنات ملوتها وكل الاطوال عندها. وطبعا الاكستنشن مالها في حق الشعر مثلا اللي شعرها كثيف، في اكستنشن يكون الشعر شويه ثقيل. اما انا شلون انا شعري وايد خفيف، بتحطي لي اي نوع كذي نفس النوع. انت لان شعرك شوفي هالشعر، شوفي انت لان شعرك خفيف، في هني عندنا الشعره الرقيقه تصير الشعره. ايوه اي انا احتاج كذي. واللزقه خفيفه وايد خفيفه ضعيفه، وصاير كنا الشعر ما يبين صح. واللزقه العريضه وشي اللي يبين، والشعره حق مثل شعر راس
راسك اي الوبره عشان ما يسحب الشعر ينن حرير ولا يطيح شعرك. حرير حيل. وفي عندنا الشعر السميكه حق الناس اللي شعرهم سميك. اوكي. لان الشعر السميكه اذا صارت على نوعيه شعر تصير تسحب الشعر وتطيح. وايد حلو. يبيله يبيله. شوفي هذا كذا أمبي. اللون ينن اكستنشن طبيعي، هذول كله احمر. واو ما شاء الله، كل الوان كريزي كلر عندها. هذا الشعر السميك حق اللي شعرها يعني زين كثافته، هني قاعد يركبون لها ما شاء الله الشعر ينن تبارك الرحمن. هلا راوش طول شعرها بس حركه صغيره ما شاء الله ينن 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 ولا كأنها مركبه. الحين بعد ما خلصت، لما تخلص بوريكم. هذا شعرها ها الصجي، هذا الصجي وطلع هذا كله ما شاء الله اكستنشن.